سأختم بقصيدة أخيرة هي جديدة واسمها هيبة العرش الخلي من الملوك، وليس مقصودا بها أي ملك عربي، وإن كان مقصودا بها ربما بعض الرؤساء. أبصرت في أحد المتاحف مرة منحوتة من أول العصر الوسيط، أظن باب كنيسة أو مذبحا، عرش عليه بردة مطوية وعمامة أو تاج غار، والعرش خال يسأل الأيام عن أربابه، وقد استعاض عن المليك بتاجه وثيابه، والعرش فوق غزالتين كأنما دبت حياة فيهما، وجهاهما دفء يشي بالشمس من قبل النهار، وبدا على ساقيهما قيدان قد جعلاهما أحلى وأكرم مثل أهلي في الحصار. إحداهما نظرت إلى العرش الخلي وأختها نظرت إلى جهة السماء، وكأن غيما ما سيمطر للأنام خليفة ومعلما. وسمعت في الشرح المصاحب أنها من أندر القطع التي يبدو بها عيسى المسيح ممثلا بغيابه، فرأيت تمثالا رخاميا لفكرة الانتظار، ورأيت أن العرش أجمل وهو خال، أو هو العرش الذي فيه ملوك من خيال، حيث أن خيالنا خير من التاريخ ماضيه وحاضره، ومن مستقبل طفل يحاول أن يخط شواربا ويزيد طولا كي يناسبه وشاح صيغ من أحلامنا، فأعانك الرحمن يا طفلا برحم الغيب، من قبل الولادة بالمطالب أثقلوك، أنا مادح العرش الخلي من الملوك. صعب على الشعراء مدح الصبر في بلدي، صعب على الشعراء مدح الصبر في بلدي، فأهلي صابرون على الزمان كأمه، لكنني وأنا أقل الناس صبرا سوف أمدحه، وأمدح الانتظار على مرارة طعمه، فمرارة الصبر التي هي مضرب الأمثال مرجعها إلى أن انتظار المرء يجعل عمره صوما، فيطلب أن يعوضه الزمان بجنة عن صومه، والدهر ليس جنائنيا لا ولا غرس النوى من علمه، من كان ذا حلم وطال به المدى فليحمه، وليحمي أيضا نفسه من حلمه، فالحلم يكبر أشهرا في يومه، ويزيد دين الدهر حتى يستحيل، فإذا استحال ترى ابن آدم راضيا من أي شيء بالقليل، لا تقبلوا بالقبح يا أهلي مكافأة على الصبر الجميل. لا تقبلوا بالقبح يا أهلي مكافأة على الصبر الجميل، فالصبر طول الدهر خير من خلاص كاذب ما فيه من صفة الخلاص سوى اسمه. يا شعبي الشيخ الجليل، هناك ما يدعوك دوما في التشكك، هناك ما يدعوك دوما للتشكك في الذين يبشرونك بنهاية السعي العظيم وأنهم عما مضى سيعوضونك. كم من داعي سوف يزعم أن هذا عرشه ويقيم دولته علينا، والبساط الأحمر الرسمي ممدود يزين جانبيه جيشه، وترى احتفالات على التلفاز باسمك إنما ستقام دونك. هل كان أي الناس منتظرا رجالا مثلهم من بعد أعوام وأعوام من الموت المقطر والعناد؟ ألأجل أعراس الفنادق والتجارة ما أطلنا الموت فيها والجهاد؟ ألأجل نافذة على قصر رئاسي يقام بملجأ في الطابق 20 تحت الأرض شردنا بأطراف البلاد؟ ألأجل هذا مثل فهد السرك في ألعابه يا مهر ثورتنا المفدى قيدوك وأرسلوك، ما أحسن العرش الخلي من الملوك. وهناك ما يدعوك أيضا للتشكك في الذين يمجدونك ويمجدون الشعب، شعب الله، فاسدد عنهم الآذان
ثم افتح عيونك وانظر لتعلم من حري أن يصون ومن حري أن يخونك. أنا لن أؤله شعبي الشيخ الجليل لأنه في أكثر الأحيان عادي ككل شعوب هذه الأرض، بل هو حين يقتل بعضه بعضا يورطني، فلا أدري لعمري كيف أشرح ما أرى من حسنه للآخرين. أنا لن أؤلههم كذلك، حيث أني لست شخصا مفردا عنهم، ولكن واحد منهم، وتأليه الرجال نفوسهم أمر حزين. لكنني أدري بأن الناس قد صبروا، وأن السمر تحت القصف ما زالت تفكر في الزواج وفي البنين. أدري بأن القوم ينتظرون نصرا ما سيأتيهم، وأدري أنه فيهم وإن كانت أسافلهم عليهم حاكمين. أدري بأن سوف نغلب رغم أن اليوم أضعف من حصون سورها من ياسمين. لكنني أنا لن أقول بأننا أعلى وأفضل من شعوب العالمين. سيقال إن خير أهل الأرض، نعلو فوق إخوتنا، نقول لهم قديما خنتمونا، ما لكم عتب علينا. هل نخون القوم نحن الآن حتى ما نعاقبهم ونفرح أننا والحمد لله استوينا حيث أصبحنا جميعا خائنين؟ ويقول قائلهم بأن الناس قد سئموا المجاعة والدمار، ويقول قائلهم قد اشتقنا لنصر ما فسمينا الهزيمة الانتصار، ويطمئنون النسر في أعلى السماء بأنهم منحوه ترقية، وبدءا من غد أضحى عليه أن يداوم كل يوم في الوثيقة والشعار. يا أيها الملك الذي قد مجدوك ليعزلوك ويقتلوك، أنت الجميل ولست محتاجا إلى صلواتهم ليجملوك. يا أيها الأمل الحقيقي الذي تركوك مصلوبا بقارعة الطريق ومر عنك الناس لم يتأملوك. يا أيها الطفل الذي من بيت لحم، لا تظن بأنهم يبغون عودتك الجليلة هاهنا. والله لو علموا بأنك قادم حقا لخاضوا 1000 حرب مرة ليؤجلوك، حتى إذا ما جئت تسألهم عن العرش الذي قد كان عرشك يا كريم الوجه، فاعلم أن جل القوم لن يتحملوك. ولك الصلاة عليك تترى والسلام، وعناية الرحمن ما نادى الحمام على الحمام، يا صاحب العرش الخلي من الملوك. شكرا.